السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل اكله شتويه تحفه يا جماعه. الاكله ديت ملكه الشتاء كله، واكتر اكله ممكن مطلوبه في الشتاء، وان هي بتدفي فعلا فعلا فعلا، وطبعا بتغذي مش قادره اقول لكم. والاكله بقى الخطيره اللي الشعب المصري كله بيحبها. جبت كرنبتين وقطعت الحته اللي فوق كده معايا زي ما انتم شايفين. بس قبل ما نبدا باي تفاصيل، يا ريت نصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام. واللي لسه مشتركش معايا في القناه ينزل يشترك ونضغط لايك للفيديو. وتعالوا بقى بسم الله كده هنعمل ايه. هنجيب حله فيها ميه وهنحط عليها معلقه كمون صغيره كده مليانه، نص معلقه ملح، وهنسيب الحله دي لحد ما تغلي معايا عشان دي بتاعت سليق الكرنب. وهجيب حله تانية فيها زيت، وهنعمل بقى الصلصه بتاعتي المحشي بتاعتي. هجيب الصلصه لا، هجيب البصلتين معايا، سوري، هجيب بصلتين كبار وهقطعهم وهشوحهم في الزيت لحد ما يتبلوا معايا. وبعد كده هعمل ايه؟ هبص على الميه لقيتها لسه ما بتغلاش، فانا دلوقتي زي ما انتم شايفين شوحت معايا في قلب الزيت. الفيديو ده يا جماعه فيه حته مفاجاه تحفه ما كنتش اتوقعها، ابهرتني ابهرتني ابهرتني. دلوقتي جبت شفشق من الطماطم، ضربته كويس جدا جدا وحطيته على البصلتين، وهسيبهم بقى مع نفسهم لحد ما تتسبك. وتعالوا بقى نشوف الخطوه اللي بعد كده ايه. هسلق الكرنب. هسلق الكرنب بطريقه سهله قوي وبسيطه ومش هتتعبني خالص في السليق، لان انا هسلقها كلها على بعضها. يعني انا جبت اكبر حله عندي وحطيت فيها الميه زي ما انتم شايفين، وحطيتها على وشها اول حاجه كده، وفضلت الف بيها لمده مثلا يعني اقل من 3 4 5 ثواني كده. تعديهم معاكي وتروحي قلبه الكرنبه الناحيه التانية ومغطساها في الميه السخنه زي ما انتم شايفين معايا. حاجه حلوه قوي وسهله والله العظيم، ومش هياخد منك وقت خالص. اللي بتبقى يعني التقيله عليها عمايل المحشي هتقوم تعمله بكل بساطه وكل سهوله. بصوا بقى، حطيت الكرنبه كلها معايا زي ما انتم شايفين، والله ما خدت مني وقت خالص. هبدا بقى اشيل ورقه 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 كده ورا بعضيها، ورقه. هي الكرنب اصلا ما بياخدش معايا سوا خالص، لان انا دوبك اول ما بيبتدي يدبل ابتدي اطلعه خالص. طبعا انا عندي عماله اطلعه بايدي، راح ابني بيقول لي انتي ايدك حديديه، لان انا متعوده عشان الجو لما بيكون ساقع بيخلي ايدينا مثلا تستحمل الحراره نوعا ما. فانا سلقت كل الكرنبه زي ما انتم شايفين معايا والله العظيم بطريقه سهله جدا جدا جدا. والفيديو ده فيه مفاجأة. المفاجأة ديت انا ابهرتني بجد بجد. ما كنتش اتخيل ان هي ممكن تعمل حاجة زي كده. فبرضو مش هحرق المفاجأة، وتعالوا مع بعض واحنا متابعين الفيديو كده هنشوف ايه نوع المفاجأة. وسلقنا الكرنبة الحلوة. بص الكرنبة سلقتها بكل بساطة ازاي، خلصتها. انا بقى يعني خليت الفيديو مطول لحد الاخر عشان اوريكم انا سلقتها من الاول للاخر ازاي. فانا خلصتها كده معايا زي ما انتم شايفين. بصوا يعني سلق الكرنبة دوبك تسقطيها في المية السخنة وتطلعيها مجرد 3 ثواني وتطلعي على طول الورقه. اوعي تتكي عليها في السوا عشان ما تتهراش منك في السوا. لما تيجي تحشيها وتسوي المحشي يبقى الكرنب بتاعتك مهريه وشكله مش هيبقى حلو خالص. فهي دوبك 3 ثواني مش اكتر. وتعالوا بقى خلصت بقى الكميه بتاعتي هي بتاعت الكرنب التحفه بطريقه سهله وجميله. ودي الطريقه طبعا اللي احنا متعودين عليها دايما من امي وجدتي، واجيال بتورث اجيال، واحنا الحمد لله ولا اي طريقه بتنفع غير الطريقه ديت. ولا يقول لك ازاي نقطع الكرنبه، لا استحاله تقطعيها 4 من قبل ما تتسلق. دي طريقه فاشله جدا جدا جدا، وما انصحش اي حد انه يعمل، ما انصحش اي حد انه يعمل الطريقه اللي هو تتقطع الكرنبه وهي صحيحه كده، تقطعيها 3 وبعد كده اعمليها اربع. لا الطريقه مش كويسه جدا. الحته اللي بتستفادي بيها هي الحته اللي في النص، بقيه الكرنبه بتبوظ وما بتنفعش خالص. انا خلصت الكرنبه معايا زي ما انتم شايفين، وهبدا في الثانيه وهخلص بقى الكرنبتين ونرجع مع وخلاص. زي ما انتم شايفين معايا انا خلصتها كلها. وادي الكرنب بتاعي بعد ما خلصته حطيته في مصفى لحد ما يتصفى مني الميه السخنه خالص. المرحله التانية بتاعتي هجيب الخضره اللي هي بقدونس وشبت وكزبره. دي الخضره ديت على حسب انتي ذوقك وعلى حسب اختيارك للاكل. شوفي انتي حابه تقطعي خضره قد ايه. كل ما الخضره بتاعتها تبقى كتيره شويه كل ما تديها طعم حلو جدا للمحشي. وهنضيف مع الخضره دي حاجه بقى هتخلي المحشي ده في حته تانية خالص. احنا قطعنا الخضره زي ما انتم شايفين معايا صغير جدا زي ما انتم شايفين، حاجه سهله وبسيطه. والله العظيم المحشي خلص معايا بغمضه عين، ما خدش مني وقت خالص ولا مجهود. انا قطعت الخضره زي ما انتم شايفين بسرعه بسرعه كده. وقبل واحنا بنتفرج كده ما ننساش نحط لايك للفيديو، ما ننساش نعمل اشتراك للقناه، ندوس لايك 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 يا جماعه لو تسمحوا، ونعمل سبسكرايب للقناه. دلوقتي بقى انا جبت الخضره زي ما انتم شايفين معايا، وهنقطعها تقطيعه حلوه كده، وهنخلص تقطيع الخضره كلها.
وهناخد بقى ايه، هضيف عليه حاجه بقى هتخلي الكرنب ده خفيف ولطيف كده على المعده، اللي هي حزمة النعناع. حزمة النعناع دي تحفة وجميل، وبتخليه ريحته حلوة جدا، وبتخليه طعمه حلو، وبتخليه مريح على المعدة كمان. بس كده. فانا قطعت الخضرة زي ما انتم شايفين معايا، وهجهزها بقى اللي انا هعمل بقى الخليط بتاعي كله على بعضه. وهسيب بقى الخضره بتاعتي دي مغسوله وزي الفل وكل حاجه، فهسيبها. هرجع بقى لورق الكرنب. اللي ما بتعرفش تقطع ورق الكرنب، دي سهله جدا. انا بجيب القطاعه او رخامه او اي حاجه عندك، هتجيبي الورقه وهتقسميها، هتطبقيها على طبقتين كده، وهتاخدي الحته اللي هي بتبقى اللي هي الحته الجامده دي، تروحي قطعاها وبس. واكتر من كده مش هتعملي، وهتقطعي الورق بتاعك بكل سهوله، وهيطلع معاكي حلو ومش متفرفت ولا اي حاجه، وطريقته حلوه ولذيذه واي حد ممكن ايه يعمله. عايزاكي بس تركزي في التقطيع، واللي انت ازاي تعرفي تقطعي الورق بالطريقه دي. هخلص كل كميه الورق بقى معايا، واحنا ما بنعمل المحشي كده ومستعدين ومتشجعين كده. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك يا جماعه، ندوس لايك ونحط لايك كده واحنا بنتفرج على الفيديو. انا قطعت الخضره وقطعت الورق معايا بطريقه حلوه. بس دلوقتي بقى ايه، هوريكم بقى المفاجاه. المفاجاه بقى قربت، كل ما الفيديو بيجري شويه كده كل ما المفاجاه بتقرب. بس والله العظيم ابهرتني صراحه، ما شاء الله يعني. هي حلوه. هقول لكم طبعا هي ايه، وكل اللي زي اللي عنده زي اللي عندي كده تقومي وتشجعيها وتعملي لها كل حاجه حلوه. دلوقتي بقى خلصت ورق الكرنب بتاعي زي ما انتم شايفين كده بطريقه حلوه وبسيطه، وقطعت كل الورق معايا. هفصل بقى الكاميرا وهرجع لكم تاني. هيكون بقى انا خلصت كميه الورق بتاعي كله، عشان بس الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. هوريكم بقى الكميه بتاعتي كلها بعد ما خلصتها عامله ازاي. رحتوا فين؟ انا معاكم. انا مش مفصلش الفيديو. فانا خلصت الورق زي ما انتم شايفين معايا كده، الاخضر والابيض وكل الفيديو. فكل الورق معايا زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، كرومتين عملوا معايا كميه محترمه جدا جدا جدا. كميه وفيره قوي قوي قوي. كرومبوتين الصراحه عملوا معايا انجاز، فاخدوا كميه كبيره قوي من الرز. يعني انا حشيت 2 كيلو رز والله، حلتين، وبقى كمان مني ورق وشلته في الفريزر. عايزه اقول لكم بقى، بصوا منظر الورق بعد ما قطعته معاكم. جميل قوي، وطريقته حلوه قوي وبسيطه والله العظيم، وعلى طول سهله جدا. انت ممكن تحشي على طول على طول على طول. دلوقتي بقى ايه، خلصت الكرنب زي ما انتم شايفين معايا، وهجيب بقى الصلصه بتاعتي، وهجيب الحاجه كده. الصلصه بتاعتي زي ما انتم شايفين انها اتسبكت بقى واترفعت من على البوتاجاز. هنحط كزبره، وهنحط ملح، وهنحط فلفل، وهنحط كمون، وهنحط حبة حبهان كده يدلعوا الشغل معانا شوية. صراحة بتبقى جميلة قوي بالحبهان. وعملت بقى حلو قوي وحدتين مرقة ماجي بيعلوا التست معايا برضو، بيخلي الطعم حلو جدا. فانا بقى ايه، عملت معاكم كده الصلصه بطريقه حلوه قوي، والخلطه دي بتخلي المحشي طعمه حلو قوي، خلي بالكم. ومش عايزه مش عايزاكم تنسوا تدوسوا لايك واحنا بنتفرج على الفيديو كده. كده خلصت كل الكميه بتاعتي. التوابل بتاعتي ضفتها كلها على الصلصه. هعمل ايه بقى المرحله الجايه؟ هضيف بقى الرز بتاعي، هجيب الحله الاول حاجه. الحاجات اللي انا قطعتها بقى زي ما انتم شايفين معايا هنحطها تحت خالص في الحله من تحت. ده بتحافظ لي على المحشي من اول واحده لاخر واحده. الصراحه ما بتبقاش محروقه ولا ملسوعه ولا اي حاجه، بتبقى طبقه عازله وطبقه حلوه جدا. والله العظيم الطريقه دي حلوه جدا جدا جدا، واي حد ممكن يعملها. دلوقتي انا خلصت، انا ضفت الخضره بتاعتي لما اتغسلت وظبطتها. والرز اهو، ده كيلو من الرز الاول. وبعد كده ايه، هضيف الصلصه على الرز على كله، وهبتدي بقى ايه احشي معاكم المحشي بطريقه حلوه قوي 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 قوي، طريقه جميله. حطيت الصلصه بقى وقلبي وعايزه اقولك النعناع مع الخضره مع المحشي بيخلي الكرنب في حته تانية خالص، حاجه تحفه والله، هتعجبكم جدا جدا جدا. فانا خلصت الخلطه بتاعتي زي ما انتم شايفين معايا بطريقه حلوه جدا جدا جدا. لسه هقلب بالمعلقه، يلا بايدي، يلا كله يتقلب في بعضه. هنخلص كده وهنقلب الرز في الخضره. بعد كده بقى هنعمل ايه،
هنبتدي بقى نحشي بقى المحشي بتاعنا التحفة ده بطريقة حلوة، واي حد ما يعرفش يلف ورق الكرنب بيخش بقى علينا كده ويتعلم مننا واحدة واحدة. هنجيب بقى الورق بتاعتي، بصوا بقى الجمال. فانا جبت الورق وحطيت المحشي وبدأت بقى اللي انا احشي معاكم واحدة واحدة كده واحنا بنحشي. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والمتابعة الكاملة مع اللايك. كده بدأت اللي انا احشي الورق اللي معايا واحدة واحدة لحد ما ايه يعني اخلص كل الكمية اللي انتوا شايفينها معايا. وانا بحشي بقى كده لقيت حد كده جنبي صغنن كده، لقيته بيحشي زي ما انا يعني شايفاني وانا بعمل، لقيتها واقفة وبتعمل معايا. دي بنوتي بقى صراحة ابهرتني، اللي انا ما توقعتش انها تعرف ازاي تلف ورق كده باللطافة دي. انا فكرتها بتلعب زي اي بنت كده بتلعب لما بتشوف مامتها بتعمل اي حاجة، لا دي طلعت بتحشي بجد يعني. صراحة حلو ما شاء الله، يعني حلو جدا. كانت مفاجأة بالنسبة لي. حلوة قوي اللي هي تحشي معايا المحشي وتخلص معايا بالطريقة الحلوة ديت. بطريقة حلوة جدا 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 وبسيطة والمساعدة حلوة. ويا ريت بقى ايه ما نزقش اي ولادنا اهي بقى ده بصوا. هي ابهرتني والله. انا فكرتها واقفة بتلعب جنبي، فانا فكرتها يعني انا قلت سيبها تلعب، فلقيتها بقى بتحشي بالطريقه الجميله اللي انتوا شايفينها ديت ولفاه وحلوه قوي قوي قوي. لا ممتازه، برافو عليها. دي المفاجاه اللي انا اتفاجئت بيها النهارده. كانت مفاجاه حلوه قوي. خلصت بقى، هي ساعدتني الصراحه لحد ما خلصت كل الكميه بتاعتي بطريقه سهله وطريقه بسيطه. وعايزه اقول لكم لما تكون بنتك او يعني عندها ميول يعني ان انتي تخش معاكي وتساعدك، ما تكرفيهاش. لا خليها تساعد وخليها تتعلم. دي حاجه زي كده حلوه جدا في حقها. كده انا خلصت بقى الكميه طبعا بمساعده بنوتي. فانا خلصت الكميه بتاعتي كلها وايه وسويتها. وعايزه اقول لكم بقى الجمال بتاع الصلصه، وعلقت بقى عليها وكده، فالدنيا ايه ظبطت معايا وسويتها. وده بقى الشكل بتاعنا بعد ما خلصت. طبعا فيديو التسويه يعني الكاميرا ما صورتهوش، بس انا حطيت الشوربه بتاعتي يا دوبك كده، غطت يا دوبك طبقه خفيفه جدا، وكان المحشي باين معايا بس دلوقتي بقى انا خلصت الكميه. هي بصوا الجمال بتاع المحشي نازل بقى ايه متناسق ومش محروق ولا اي حاجه. طريقه حلوه جدا جدا جدا. ويا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والمتابعه الكامله مع اللايك. وشكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.